عزيزي الزملكاوي، عزيزتي الزملكاوية، الفيديو ده مهم ليك عشان تشوفه وتعرف حاجة مهمة قوي انك انت تعرفها. اوعى تفتكر ان ده قلبه على الزمالك، او ده قلبه على الزمالك، او ده مصلحته على نادي الزمالك، او ده بيفكر في نادي الزمالك ونادي الزمالك مهم بالنسبة له. مفيش حد نادي الزمالك مهم بالنسبة له غيرك انت، عشان دايما لما بتروح وبتأيد وبتشجع النادي بيكون شكلك بالمنظر ده جوه الملعب. ملف الصفقات كان مخزن ليكوا كلكم، وانا متأكد من ده. لكن اللي عايز اقوله لك، الزمالك مش هيعمل صفقات ممكن تكون قوية وتكون شايف ان هي هتدعمك وتخليك جوه المنافسة بشكل قوي. كل الصفقات اللي بيدور عليها علشان خاطر اللعيبة الفري، اللعيبة اللي هي ممكن تكون مش مرتبطة بعقود مع ناديها، عشان ببساطة الزمالك ما عندوش إمكانيات مادية يقدر ان هو يعمل بيها صفقات تكون مرضية لطموحاتك والامالك والبطولات اللي انت ممكن تكون بفكر فيها. ما حدش يقول لي ان مرتضى منصور ومجلسه كان سبب. صحيح، كان سبب في الازمات اللي موجوده جوه النادي والديون اللي بملايين، اللي صعب جدا انها تتسدد وعايزه يمكن 20 30 سنه عشان الزمالك يقدر ان هو يسددها. لكن ما تنساش ان المجلس كان عارف كويس قوي الكلام ده. قبل ما يرشح نفسه في الانتخابات كان عارف ان عنده تركة ديون كبيرة جدا. فمعنى انك تقبل ده، انك دخلت في المنافسة، انك انت تقدر وانك انت عندك الشخصية والموارد والفكر اللي يخليك تقدر تدير نادي مديون. لكن ما تفاجئش الجماهير بعد كده وتقول ان انا ما عنديش عشان ما فيش فلوس. اللي بطلب منك دلوقتي انك انت تعمله حتى بدون صفقات، وان فعلا ما فيش صفقات هتكون موجودة مرضية. 3 4 صفقات ما هماش على دول المستوى، لكن كل اللي بطلبه منك انك انت ما تتخلاش عن نادي الزمالك وتفضل دايما موجود. لان كل الاشخاص اللي انا وريت لك صورهم دول كلهم زائلين. باقي انت وتشجيعك للجمهور ووجودك في الملعب اللي يفرح بجد.